ورموزه وبناء بلد جديد يتسع لجميع مكونات الوطن السوري وتياراته الفكرية وقواه السياسية، تمهيدا لدخوله القرن 21 بكل قوة واقتدار. لقد كان للمعلم السوري دورا كبيرا في استنهاض الهمم لتحقيق الاستقلال الوطني، حيث كانوا في مقدمة الصفوف لنشر الوعي ورص الصفوف للدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين. وكان لكم معلمين ومعلمات شرفاء الدور الكبير والفاعل في إشعال ثورة الحرية والكرامة، وكنتم من أوائل المشقين عن سلطات نظام آيل للسقوط القريب، وبدأتم فعلا بإقامة سلطات تعليمية بديلة لسلطات النظام السوري. السيدات والسادة، متى سيدرك اللاهثون وراء الحوار أو التفاوض مع النظام الباغي أن هذا النظام ممتنعا عن الإصلاح بالمطلق وغير قابل للإصلاح أو التفاوض أو تقاسم السلطة لأسباب تتعلق ببنية النظام القائمة على الأحادية الفكرية والثقافية والسياسية والإعلامية، وتخليه عن أي واحدة منها ستؤدي لانهياره الحتمي. فهل سمعتم عن نظام متصفح بقوة عسكرية معدنية وقطعان شبيحة مرتزقة مستجلبة من شتى أنحاء العالم ليفاوض على رحيله؟ وهل سمعتم بنظام يريد أن يسقط نفسه؟ فهذا النظام إما أن يبقى مرة واحدة أو يسقط دفعة واحدة. فهذا النظام ليس نظاما ديمقراطيا أو نصف ديمقراطي أو حتى ربع ديمقراطي حتى يمكن تطويره. إننا في الكتلة الوطنية الجامعة في سوريا ندين تأسيس أي تنظيم سياسي يدعي أنه معارض لا يضع في أولويات خطابه السياسي هدف إسقاط النظام السوري بكافة أركانه ورموزه، كما أننا ندين أي تفاوض لا يقوم على قاعدة إسقاط النظام، لأن للثورة هدفا أساسيا قطبا لا تحيد عنه هو إسقاط النظام وبناء سوريا جديدة تتسع لكل أهلها. الإخوة والأخوات، كما تعلمون أن النظام السوري